اللي قدامكم ده دي قصه تانية بقى. هات الصوره، هات الصوره، مش هيحصل حاجه. اللي قدامكم ده وليد الركراكي، مدير الفني الكبير العظيم اللي شرف كل العرب في كأس العالم مع المنتخب المغربي ووصل إلى رابع العالم. هذا المدرب المحترم المهذب قال تصريحات النهارده وفيها اسم منتخب مصر، بعد ما قال التصريحات دي في ناس بدأت تتكلم، انت ازاي تتكلم على منتخب مصر كده؟ انت ازاي بتحاول تستفزنا؟ انت ازاي بتحاول تقلل مننا؟ انت ازاي؟ مش هعلق الا لما تسمع بنفسك الفيديو وبعد كده ارجع اعلق. يلا بينا. عام هنا واش غنبدل؟ ما عرفتش. يمكن باغي مره كيجي لي ديك الشيطان ديالي كيقول يلا نلعبوا بحال البرازيل في الجوج ديال العشيه في سان بيدرو. مره لعبت 50 ماتشات في لافريك، دربت الفوس، لعبت 2 دومي فينال ديال كوب لاكاف، دربت الوداد ديال الشامبيونز ليغ. كنعرف شنو هي تلعب في لافريك. اما في ليستوار يمكن كلاعب خصكم تقوليش من فرقه كانت كتبريسي وكدير بلوك او كتلعب الكره اللي دات كوب دافريك. انا هادشي اللي ما ديال المغرب بعدا من بعد خرجوا لي شي واحده اخرى. باغ كنعرف واحد فرقه اللي داتها 7 مرات، المسار وما كيعرفوا كيفاش يديو لي كوب دافريك. حنا تابعينهم ان شاء الله. طيب لو حضرتك ما قريتش الترجمه اللي مكتوبه اقولها لك انا. وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب قبل مباراه تنزانيا النهارده قال لك ايه؟ انا بقود المغرب منذ عام وبتساءل دايما هل اغير اسلوبي؟ يعني الناس بتساله هل هتغير اسلوبك؟ قال ما اعرفش، لا اعلم. احيانا تاتيني تلك الفكره المجنونه ان العب باسلوب منتخب البرازيل. لعبت 50 مباراه افريقيه وبلغت مرتين نصف نهائي كاس الاتحاد الافريقي ودربت الوداد واعرف معنى اللعب في افريقيا. على مر التاريخ هل بامكانكم ان تخبروني بفريق كان يضغط ويلعب بخطوط متقدمه وكره جميله وتمكن بالفوز بكاس الامم؟ ذكروني بفريق غير المغرب، قولوا لي. يعني المغرب مش خلاص المغرب ما بتعرفش تعمل. مين بقى فريق عمل كده وكسب البطوله؟ قال لكنني في المقابل اعرف فريقا واحدا فقط فاز باللقب 7 مرات وهو منتخب مصر. هم يعرفون كيفيه الفوز بكاس الامم ونحن المنتخب المغربي سنتبعهم، يعني هنمشي وراهم ان شاء الله. اقول لكم حاجه بامانه الله، انا سمعت التصريحات دي النهارده وقريت الترجمه دي 5 6 7 8 مرات. ان انا الاقي حاجه اجي النهارده الوم فيها وليد الركراكي مش لاقي. يعني هو قال ايه غلط؟ ما انا برضو عشان ايه ما نمسك. طبعا احنا اختلفنا على تصريحات أناحي وقلنا ازاي أناحي يقول كده وانه اللعيبه بتاعت مصر يمين وشمال، بس الراجل ده وليد الركراكي قال ايه غلط؟ ده بالعكس، ده بيقول لك مصر كسبت 7 مرات بين قوسين باسلوب واقعي، مش بالكره الجميله، مش بالضغط الامامي، مش بس هم بيعرفوا يكسبوا البطوله واحنا هنتبعهم، يعني هنمشي على طريقتهم، هنمشي وراهم عشان احنا كمان نكسب البطوله. فين الغلط؟ وبالمناسبه يعني ما هو تاريخيا منتخب مصر قيمته الكبيره انه كان دائما منتخب واقعي مع كل المدربين اللي اشتغلوا معاه في بطولات افريقيا اللي كسبناها. كابتن محمود الجوهري والكابتن حسن شحاته وان شاء الله باذن الله يعملها روي فيتوريا. لازم تبقى واقعي. وكوبر لما وصل للنهائي كان واقعي، وكيروش لما وصل للنهائي كان واقعي. احنا حتى هنا كمصريين ما كناش بنبقى مستمتعين قوي. كابتن محمود الجوهري بيحب يدافع قوي. كابتن حسن شحاته تحديدا، الاختلاف شويه تحديدا في بطوله 2008 احنا فعلا قدمنا مباريات ممتعه جدا، بس 2006 كنا حريصين جدا دفاعيا، 2010 كنا حريصين جدا دفاعيا، 17 كنا بندافع قوي اللي وصلنا فيها النهائي. البطوله اللي بتاعت كيروش كنا بندافع قوي ووصلنا للنهائي. عشان كده حتى امبارح لو تفتكر قلت لك فيتوريا ما يتكسفش من الدفاع، ما ينبسطش بفكره ان الجمهور عمال يقول له دلوقتي انت خليتنا نشوف كوره حلوه احسن من اللي كان بنعملها كيروش. القصه مش كده، القصه انك تبقى واقعي. وده بقى اللي قاله بالظبط وليد الركراكي لما قالوا له العب بقى كوره حلوه. ما خد بالك، ما هم كانوا بيقولوا له برضه ايه، انت كمغرب
انت وصلت الرابع العالم عشان كنت بتدافع قوي في كاس العالم، بس احنا مش عايزينك تدافع طول الوقت، احنا عايزين لعب ممتع. فقال لهم لا، في افريقيا القصه لازم تبقى واقعي، ما بتستنيش مني كره ممتعه وكره لطيفه واغير اسلوبي، انا عايز ابقى واقعي عشان اعمل زي مين؟ زي مصر اللي خد 7 بطولات. ده بيقول لك النهارده في المؤتمر انا عايز اقلد مصر، اقلد منتخب مصر. فين بقى الناس اللي النهارده كانت متضايقه من تصريحات وليد الركراجي؟ والله كان نفسي ابقى معاكم، يعني ابقى نفسي ماشي في صفكم كده، بس هو فين بقى المشكله؟ عايز امسكها مش لاقيها بصراحه يعني. ما هو يعني لازم برضه اتكلم ب... بمنطقيه يعني مش لاقي له حاجه. فالراجل اتكلم ده كلام محترم، ما اقدرش الومه عليه، بالعكس ده كده قدر جدا منتخب مصر بالشكل الذي يليق بمنتخب مصر. ده ما قللش اطلاقا، بالعكس ده بيقول لك احنا المغرب رابع العالم هنقلد منتخب مصر عشان نكسب كاس الامم الافريقيه. ماشي، حبيت اعلق على الجزئيه دي.